اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في قناتي. هنعمل مع بعض النهاردة الزبادي البيتي من كيلو لبن ومعلقة سحرية. هيبقى عندك كمية زبادي بيتي لأسبوع قدام. تعالي هقولك كل أسرار وتفاصيل الزبادي البيتي. هقولك ازاي يبقى متماسك معاكي وما يبقاش فاصل معاكي خالص. هنشوف كل معلومات عن الزبادي البيتي وازاي ينجح معاكي وازاي هنعمله من غير فرن ومن غير حلة الزبادي. حاجة كده سهلة وبسيطة خالص. اتبعي بس معايا الخطوات وامشي معايا صح. انا هدى ودي قناتي. لو اول مرة بتشوفوني يا ريت تعملي لايك واشتراك للقناة. هنسمي الله ونصلي على الرسول وهنبدأ في الزبادي البيتي. زي ما احنا شايفين انا معايا هنا نص كيلو. انت طبعا هتستخدمي كيلو، هتستخدمي من 2 كيلو زي ما انت حابة بالظبط. انا سبت اللبن بتاعي يغلي زي ما احنا شايفين. طبعا اللبن كله قشطة من فوق زي ما احنا شايفين. كل ما تغليه هي القشطة بتطلع معاكي على وش اللبن. لو انت عايزة وش اللبن ده خليه، لو مش عايزاه وعايزة الزبادي بتاعك مش دسم يبقى هنشيل وش اللبن تشيليه بالمعلقة. هنا انا بقيس درجة حرارة السخونية بتاعت اللبن بتاعي. انا عديت من 1 ل7 ما استحملتش اللبن كده. اللبن معايا سخن. زي ما قلت لك لو عايزه تشيلي وش اللبن القشطه بتاعته شيليه، لو عايزاه دسم خليها، لو عايزاه مش دسم شيلي القشطه بتاعت وش اللبن بتاعنا. بس كده انا كل شويه بقيس درجه الحراره زي ما احنا شايفين. هنا عديت من 1 اهو وصلت ل10 كده. هي درجه الحراره اللي انا عايزاها. لو عندك ترمومتر قيسي على درجه حراره 45. انا بس ما عنديش ترمومتر يبقى ربنا خلق لنا صوابعنا بصراحة. بس ده القشطة اللي انا بقول لكم عليها انا هعمله بالقشطة. وتعالوا هنشوف شوية معلومات كده عن الزبادي البيتي علشان ينجح معاكي ويبقى كتلة واحدة، ما يبقاش فيه مية ومصايص معاكي كده. دي علبة زبادي بلدي. انا كنت واخدة منها معلقتين فقلت اخد منها معلقة واعمل بيها زبادي بدل ما انا كل يوم بشتري علبة زبادي مثلا ليا ولأسرتي. انت شوفي نفسك بقى، شوفي التوفير اللي انت هتوفريه. لو عملتي كيلو او 2 كيلو ممكن ياخد معاكي اسبوع قدام. بس كده انا حطيت معلقة واحدة اللي هي المعلقة السحرية بتاعتنا. احنا هنستخدم الخلاط زي ما احنا شايفين. انا ما استخدمتش المضرب اليدوي او معلقة، انا استخدمت الخلاط ليه؟ علشان عايزة معلقة الزبادي معايا تدوب في اللبن كله، تبقى كتلة واحدة، ما تبقاش حتة وحتة يعني. والتانية انه هو اللبن بتاعك ما يجيبش معاكي مية، او الزبادي بتاعك ما يبقاش سايز كده وتبقى تكتلاته كتير. بس كده انا خلطته زي ما احنا شايفين. وكل ما تضربي فيه، احنا عايزين وش القشطة ده يا جماعة اضربي فيه كتير عشان وش القشطة ده هينفعنا برضو في الزبادي بتاعنا. بس كده تمام زي ما احنا شايفين بالظبط. انا هديه ضربة تاني برضو. عايزة وش اللبن يظهر معايا كتير زي ما احنا شايفين كده. بصوا هو ده. تعالوا بقى هنشوف هنعمل ده ازاي. انا معايا هنا كوبايات. طبعا انت زي ما انت عايزة، كوبايات بلاستيك، كوبايات ازاز، كوبايات عنديكي اطباق الفخار مفيش مشكلة. بس كده انا هاخد وش اللبن واوزعه على الكوبايات بتاعتي. معلومات مهمة يا جماعة تتابعوها في الزبادي بتاعكم. انا بوزع وش القشطة على كل الكوبايات عشان كل كوباية تبقى فيها شوية قشطة. تعالي اعملي بقى الخطوة دي معايا. شايفة؟ ارفعي كده لفوق عشان تعملي الرغاوي اكتر واكتر في الكوباية بتاعتك. شايفين؟ ارفعي ايدك كده كل ما ترفعي ايدك لفوق هي الرغاوي بتزيد معانا. شايفين؟ طبعا انا اشتغلت بالخلاط ما حطيتوش في حاجة تاني. بس كده هي دي الكمية بتاعتي. ده نص كيلو يا جماعة، ممكن اقل من نص كيلو زي ما احنا شايفين. بصوا معايا وش اللبن ازاي، وش الزبادي انا مش هحطه في فرن يا جماعة ولا هحطه في حلة الزبادي ولا اي حاجة. انا هسيبه على الرخامة بس هقول لكم تعملوا لسه احنا ما كملناش باقي معلومات الزبادي بتاعنا عشان يبقى معاكي زبادي 100%. وطعمه بصراحة طلع تحفة. انا هنا سخنت مية وحطيتها. هنا المية عادي لو حطيتيها مغلية مفيش مشكلة، بس لو كوبايات بلاستيك طبعا مش هتستحمل المية المغلية. المية هتكون يدوب دافية. بس كده لما تاجي تغطيه، انت لو حطيتي فخار اغلي المية، لو حطيتي ازاز زي ما انا حاطه برضو اغلي المية مفيش مشكلة. بس لو
كوبايات بلاستيك ما تغليش المية، خلي المية كده يدوب ايه تستحمليها عشانك ما تدوبش معاكي من المية السخنة. بس كده انا غطيته بصينية، وبعد كده غطيته ايه بالشال بتاعي، وهسيبه على الرخامة ايه زي ما احنا شايفين. معلومة برضو انه كنت ما تحطيش بلاستيك، لا بلاستيك على الكوبايات، عشان البلاستيك هينزل لك مية في الزبادي من سخونية ايه المية اللي احنا حاطينها فيه. لكن ممكن تغطيه بفوطة او بصينية تانية زي ما انا عملت بالظبط. والزبادي مخدش معايا 8 ساعات يا جماعة، انا عاملاه الساعة 12:30. يعني انت لو عملتيه الساعة 2 هتتسحري بيه، انا عملته الساعة 12:30 الصبح بصراحة. الساعة 8 كان هو خلاص ايه بقى الزبادي عندي زي ما احنا شايفين يا جماعة. شايفين الزبادي بتاعي طعمه تحفة، وعلى حسب نوع اللبن بتاعك. لو لبن دسم هو هيطلع معاكي دسم برضو. شايفين الزبادي يا جماعة؟ حاجة كده سهلة وبسيطة خالص، والكمية اللي انت عايزاها اعمليها. زبادي بيتي 100%، حاجة كده سهلة وبسيطة زي ما احنا شايفين. بصوا الزبادي بتاعي مهما ترجي في المعلقة بصراحة ما بيروحش ويجي. شايفين؟ لكن احنا بنجيبه من بره طبعا صايص وحالة بالبلد. شايفين معلقة الزبادي ثابتة ازاي معايا، وطعمه كان تحفة. لو بتحطي عليه عسل عادي، اللي بتحطي عليه سكر. لو انت عايزة تعمليه برضو بالفواكه مفيش مشكلة، حط الفواكه من تحت وبعد كده صبي عليها اللبن، هيبقى برضو حاجة تحفة وسهلة خالص. تحطي موز، فراولة، اللي انت حابة، تفاح، قطعيها كده قطع صغيرة وحطيها من تحت، صبي عليها اللبن بتاعك، هيبقى برضو زبادي بالفواكه. شايفين يا جماعة الزبادي ده وش القشطة طبعا من فوق. حاجة كده سهلة وبسيطة خالص ومش مكلفة خالص. هتجيبي كيلو لبن، هتجيبي 2 كيلو لبن على حسب افراد اسرتك، بدل ما انت كل يوم تشتري علب زبادي. وشوفي علبة الزبادي بقت بكام. لا، حاجة سهلة كده وبسيطة ونعملها في البيت. هي معلقة واحدة استخدمناها وعملنا كل الزبادي بتاعنا. طبعا انت لو عايزة تعملي زبادي جديد ما تشتريش زبادي، لا، خدي معلقة برضو من الزبادي اللي انت عملتيه، هي الخميرة بتاعتك، واعملي بيها زبادي ايه جديد. شايفين يا جماعة الزبادي متماسك ازاي؟ حاجة تحفة سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص. من كيلو لبن نعمل ايه؟ ممكن تعملي 8 كوبايات 10 كوبايات على حسب نوع الكوبايات اللي انت هتستخدميها. بقول لكم مع السلامة، وما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناة. ومع السلامة، اشوفكم في فيديو قريب ان شاء الله.